السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هتبقى دي آخر حلقة من حلقاتنا. بعد كده الحلقات إن شاء الله اللي هقدمها هتبقى بناء عن تعليقاتكم. طبعا اللي هيقف قدامه حاجة إن شاء الله يقول لي عليها في التعليقات، وإن شاء الله أعمل له فيديو عليه. هنشرح النهاردة الغرزة الخاصة بتتعمل إزاي. الغرزة الخاصة اللي هي غرزة شبه دي. هي غرزة واحدة متكررة معانا. ازاي ننشئ غرزة زي دي؟ عشان تنشئ غرزة زي دي ممكن تفتح ملف جديد او ممكن تشتغل على نفس الملف، بس احنا هنفتح ملف جديد. قبل ما نفتح ملف جديد، لو الغرزة دي قدامك انت هتصممها الاول، هتصمم واحدة واحدة فيها. ممكن تاخدها كوبي وممكن تشتغل على نفس المكان، بس احنا طبعا هناخدها كوبي. هننسخها ونعمل ملف جديد. ونحط الغرزة. اهم حاجة في انشاء الغرزة الخاصة ان بداية الغرزة اللي هي نقطة البداية بتاع الغرزة تبقى في النقطة دي، ونهاية الغرزة تبقى على نفس الخط. تضغط حرف الدي طبعا عشان تجيب المربع ده، وتبدأ تظبط الغرزة. طبعا زي ما اتفقنا النهاية هنا. هتحفظها حفظ ملف، حفظ الاسم. هنيجي هنا نعمل المسار غرزة خاصة، نعم. بعدها نحط لها اي اسم وليكن G5. كده هي غرزة خاصة معانا على البرنامج في الغرز الخاصة. نجيب بقى نوع الغرزة الخاصة G5 5. المعايير بتاعها ده عرض الغرزة من فوق وتحت، وده عرض الغرزة بالطول بالعرض يعني، ودي المسافة ما بين الغرزة والغرزة. فلو خلينا دي مثلا 100 تبقى الغرزة بالشكل ده. بتبقى طويلة شوية. لو خلينا ديت 200 تبقى بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وده طبعا المسافة ما بينهم، مسافة ما بين الغرزة والغرزة بتتحكم فيها من هنا. بس هي دي الغرزة الخاصة. أي غرزة بقى أنت هتبدأ تصممها بتصمم على الشكل اللي أنت شايفه قدامك، الغرزة اللي متكررة قدامك تبدأ تصممها زي ما احنا صممنا الغرزة دي كده. تاخدها تعمل لها حفظ على المربع اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو ده. البداية زي ما قلنا هنا والنهاية هنا. تبدأ تحفظها ملف حفظ باسم المسار زي ما قلنا. وبعد كده هتبقى معاك غرزة خاصة ايه على البرنامج. طب لو انت هتصمم غرزة من خيالك، صمم اي حاجة جوه المربعين ده او جوه المربع ده، بس اهم حاجة بدايتك في النقطة دي، نهايتك في النقطة دي، نهايتك على نفس الخط عشان الغرزة تشتغل معاك كويس. بس هي دي الغرزة الخاصة. اتمنى تكونوا استفدتم، وان شاء الله لو في اي حد عنده لسه اي جزئية في البرنامج ناقصاه اكيد هتبان معاك في الشغل. فيا ريت تكلمني في التعليقات، تبعت لي رسالة، وان شاء الله اعمل لك فيديو عليه.